مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وين ما تكونون، بالبيت، بالشارع، بالعمل. تحية طيبة لكم، وهذه حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج شباب عراقي. مساء الخير. مساء الخير زيد، مساء الخير رانيا، مساء الخير على كل مشاهدينا الأكارم، حياكم الله ويانا في شباب عراقي، حلقة جديدة وبانوراما معلومات جديدة راح تتوقف أيضا في محطة أخرى من المحطات اللي عودناكم عليها، وإن شاء الله تستمتعون اليوم. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير زيد. مساء الخير. مساء الخير حسن. مساء الخير على كل مشاهدينا. طبعا تحية طيبة، تحية حب لجيشنا البطل، وهو يسطر بطولاته في ساحة الشرف والبطولة. طبعا الانتصارات قضت على كل شيء، الحمد لله والشكر، ونهني جيشنا، وارجع لك يا زيد. شكرا لك، تحية حب واحترام واجلال لهذه الانتصارات اللي حققتها قوات الامن وقوات الحشد الشعبي المقدس. تحية حب لكم، ان شاء الله سنة 2016 راح تكون خير وسلام عليكم. مشوارنا بدأ بعد ما نسمع هذه الأغنية. مثلنا عنده وطن مثل العراق الليرة، هذا العراق حطه ويدك تلقاه باسمه وتصويره، هذا العراق مثلنا عنده وطن مثل العراق الليرة، هذا العراق حطه ويدك تلقاه
مشوارنا بدأ وياكم برنامجنا وحلقتنا هذه الجديدة من برنامج شباب عراقي. ضيفتنا اليوم في فقرة كوفي شوب طالبة هندسة في المرحلة الثالثة، عشقة الغناء والغناء الصعب، لكنها لم تدرس الموسيقى. أول ظهور لها في الغناء في عام 2013 غنت مقطوعة للأوبرا لما آفا ماريا بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي. شاركت في العديد من المهرجانات الغنائية، منها مهرجان الأغنية النسائية في عام 2013 ومهرجان بغداد عاصمة الثقافة في فعالية برج بابل، وأيضا شاركت في مهرجان بغداد دار السلام عام 2014. شكرا زيد. طبعا بس احب اضيف انه الاوبرا مسرحيه شعريه موسيقيه. هذا الاسم مشتق من اللغه الايطاليه ويعني قصيده المأساة. خلينا نرحب بضيفتنا ساره ادم. مرحبا، اهلا وسهلا بك. اهلا بكم. طبعا زيد وحسن وانا رانيا. اهلا زيد. اهلا حسن. مساء الخير. مساء النور. ساره، بدايه احكي لنا عن الاوبرا، شنو بتعني لك؟ يعني احب اقول لكم انه اني اغني اوبرا، بس اني ما مختصه بالاوبرا فقط. اني لقيت نفسي اول شيء وعيت عليه انه اني اغني بصوتي حلو. يمكن الاغاني اللي كنت اسمعها واني صغيره واغنيها السيده فيروز اكثر شيء انطتني هذا الطابع وخلتني اروح بهذا الاتجاه، الاغنيه الكلاسيكيه، الاغنيه اللي هي قريبه من الاوبرا. او بعد فتره لما كبرت وصرت التقي بناس، لقيت نفسي انه اني وين بالضبط، او المساحه اللي عندي اياها بصوتي تخليني اتمكن انه اني اغني اوبرا. نعم. هيك صار الموضوع. حلو. زين، انت طالبه هندسه، صح. شنو اللي قادك الى غناء الاوبرا؟ يعني هو صعب، الموضوعين بعيدين عن بعض، يمكن العلاقه بيناتهم الخيال بس اللي قادني للغناء الأوبرا أنه أنا لما أغني أوبرا أو لما أسمع أوبرا أو كلاسيك تحديداً أكثر مما أنه أوبرا، أحس أنه هذا النوع من الموسيقى يعطيني نقاء، يعطيني سكينة، يحسسني بهواية أشياء أنا بداخلي بإنسانيتي. يمكن إحنا نسمع الموسيقى يعني مثل ما تعرفين أكثر من نوع وأكثر من لون، نستمتع بها ونحب نسمع كل شيء. يعني أنا كشابة أسمع البوب، أسمع الإلكترونيك، أسمع إذا تسمحي لي، كنا نحب الغناء، بس أريد أعرف منك يعني إذا ما حابة الهندسة وحسيتي إنه عندك طبقة صوت وعندك حب للغناء، ليش رحتي هندسة؟ أنا مو ما حابة الهندسة، أنا بالبداية كنت حابة أفوت صيدلة. بعدين يلا اكتشفت الغناء؟ بعدين دخلت هندسة. لا، الغناء وياي من أنا صغيرة، يمكن من الابتدائية، وكنت أشارك بالمدرسة وفعاليات وهواية أشياء تصير. بس يعني تربيت بالبيت على إنه أساس إنه أنا لازم أخذ اختصاص معين وأدرس دراسة معينة. بنفس الوقت ممكن أنمي موهبتي. الهندسة موجودة وأنا دا أدرس دا أكمل. حلو. بس يعني هواي ناس نصحاني بالبداية إنه دخلي كلية الفنون، أنت تغنين، روحي اختصاصك، روحي قسم موسيقى. الصراحة فكرت بالهندسة؟ برمجيات. حلو. فكرت بيها، بس إنه قلت ما راح أستفاد. يعني كلية الفنون الجميلة بالعراق الصراحة يعني تدخلها أنت تقضي 4 سنوات من حياتك ما تستفاد وما تتعلم هواية أشياء، مثل ما أنه ممكن أني أدخل بيروت أو القاهرة أو دولة أوروبية راح استفاد هواية أشياء، راح ينمون من صوتي، راح ينمون من قدراتي. بس أنا عندي أصدقاء بكلية الفنون الجميلة يعني يدخلون هم ويطلعون ما مستفيدين شيء بالموسيقى تحديدا. ذكرتي أنه العلاقة ما بين الهندسة وما بين الأوبرا بالنسبة لك هي أشبه بالخيال، ليش؟ بين الهندسة والموسيقى. ليش؟ يعني الموسيقى تاخذك المدى بعيد. لما تسمع أو لما تغني ممكن أنت تكون موجود ويا مجموعة، بس أنت ببالك غير أشياء، ممكن تنزل دمعتك، ممكن تبتسم لشيء أنت خطر ببالك. الهندسة يعني أنا اختصاصي هو يعتمد كله على اللوجيك اللي هو الخيال. برمجية يعني شلون أوصف لك إياها، لها علاقة بالنباهة. بس اللوجيك هو المنطق والخيال شيء آخر يعني. أي صح، هي المنطق والخيال. فيعني لازم هنا تستخدم خيالك بالموضوع. مثل الهندسة المعمارية ممكن تستخدم غير أشياء مع الخيال، بس الهندسة البرمجية لا، تستخدم خيالك، هي تعتمد على وهي هاي النقطة الوحيدة، نقطة الالتقاء ما بين الهندسة يمكن والموسيقى. هي صارت صدفة مو بقصد. طيب سارة، برأيك عندنا أوبرا بالعراق؟
للأسف لا، يعني احنا حتى دار أوبرا ما عندنا، احنا مسرح غنائي ما عندنا. يعني ب 2013 ضمن برنامج بغداد عاصمة الثقافة كان اكو مشروع انه انشاء دار أوبرا، وتحدد المكان، خلوا حجر الأساس، وبعدين صارت سرقات وهدر أموال ملايين الدولارات. نعم. وانسكت الموضوع وراح. طيب لا بداية ولا نهاية، شنو اللي تعني هالأغنية؟ هاي الأغنية المغنية هبة طوجي، زوجة أسامة الرحباني. هي أغنية من كلمات منصور الرحباني وألحان أسامة الرحباني. نعم. يعني بدون شيء هاي الأغنية تعني لي هواية قريبة من نفسي كلش، إضافة إلى أنه كان إلي صديقي يحبها كلش هواية، نسمعها دائما أني وياه. هالصديق استشهد قبل فترة، هو عمار الشاهبندر. يعني أتمنى يكون مكان عمار أفضل. الشاهبندر. نعم. فوقت تشييعه أنا يعني حسيت إنه قبلها بيومين أنا كنت شايفته، حسيت إنه شنو اللي ممكن أسويه. أنا أول مرة أدخل بتشييع جنازة، الموضوع كلش صعب علي، بس بنفس الوقت كان صعب إنه ما أروح. شنو اللي ممكن أني أسويه لعمار؟ طلعت من التشييع، رحت استوديو دكتور حكمت، أوجه له تحية، ساعدني بهذا الموضوع. غنيت الأغنية وأني أبكي بدون ما أعرف شنو اللي صاير حوالي. فهاي الأغنية تعني لي هواية. طيب نقدر نسمع؟ مصرين تبتشوني؟ لا حاولي تركزي اوكي. ليش صيف السنين انتهى بسرعة واحمرت أحراش الغار، والمرة اللي شعرها أحمر مثل شعلاني بالنار، لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب، مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب، يا صفير السهل الجاي تبشر بشتيت الشريك، وجوه أسامي ببالي حدا يذكرني، لمين الدنيا حلقة وعم بتدور، والقمر بالسما يدور، انت حولي وانا حولك، في شي جاذبنا وبندور، الصيف انتهى ما قلتلك، شي بيزعل ليش زعلان، العشاق بتبقى اساميهن على الموج وعالشطة، السما مثلي صوت الجرس مدري بأي وتيا، عم ينده لحدا ضايع بدو يدلو عالإيمان، مطرح صبيك عكتفي عم يحرقني من إياه، يمكن لو تبسني المطرح تهدى أوجاعي وبتنام، صيف السنين انتهى بسرعة واحمرت أحراش الغار. الله الله عليك، يسلم الصوت الحلو. طيب نطلع الأغنية؟ أوكي خلينا نطلع لها الأغنية وبعدين راجعين. صيف السنين انتهى بسرعة واحمرت أحراش الغار، والمرة اللي شعرها أحمر مثل شعلاني بالنار، لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب، مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب، يا صفير السهل الجاي تبشر بشتيت الشريك، جو أسامي ببالي حدا يذكرني، لمين الدنيا حلقة وعم بتدور، والقمر بالسما يدور، انت حولي وانا حولك، في شي جاذبنا وبندور، الصيف انتهى ما قلتلك، شي بيزعل ليش زعلان، العشاق بتبقى أساميهن على الموج وعالشطار،
سمع مثلي صوت الجرس مدري بأي وديان عم ينده لحدا ضايع بدو يدلو عالإيمان مطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من إياه يمكن لو تبسلي المطرح بتهدى أوجاعي وبتنام صيف السنين انتهى بسرعة وحملت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر مثل شعلاني بالنار لبداية. سارة، طبعا أشكرك على هالصوت صراحة ودانا بغير عالم كلنا. راح نرجع انه المشهد الغنائي شلون تشوفيه بالعراق؟ وعندنا اصوات نسائيه. هي الأصوات النسائية موجودة بس بقلة. نعم. إضافة لهذا إن خوفهم من المجتمع، خوفهم من العائلة، خوفهم من هواية أشياء. لأن يعني يمكن نقاط معينة أقول حقهم، نقاط معينة أقول لا، إنه لازم ينتفضون إذا هم عندهم رسالة وعندهم طموح معين لازم يوصلوا له. نعم. بس مثل ما تشوفين إنه الساحة الغنائية العراقية يعني حتى الأصوات الرجال مع الأسف وصلت اللي وصلت له. يعني شنو السبب سارة برأيك؟ السبب هواية أسباب؟ هواية أسباب، نقدر نكرسها بثلاث بس نقاط؟ أول شيء إنه إحنا ما عندنا رقابة. هاي هذا واحد. أول شيء. يعني اثنين. أي واحد يجي ينزل أغنية مثل ما يريد وأي صورة أوكي. وتنزل الأغنية بالبيت اثنين. وبالشارع. سارة تكلمين عن الأصوات النسائية بالأوبرا بالتحديد لو بصورة عامة؟ لا هسه نحكي لا بالغناء بصورة عامة. بصورة عامة. طيب بالأوبرا قليلة جدا؟ قليلة جدا مع الأسف. يعني لحد الآن أنا صراحة ما صادفت، يمكن شخص أو شخصين بنات يغنون أوبرا وما لهم حضور. عندهم إمكانيات؟ عندهم إمكانيات بس ما عندهم حضور. يعني المشكلة إنه حتى لو واحد عنده إمكانيات مو يحتاج بس لدعم الأهل وإنه هو يوصل الشيء اللي يريده، بس لا، يعني يحتاج دعم ثاني، يحتاج شركة تتبناه أو يحتاج مؤسسة معينة تتبناه. إحنا هذا الشيء مو موجود عندنا. يحتاج شوي يمكن ثقافة للأوبرا حتى العالم تتعرف عليها أكثر. يمكن بعض الأصوات أكيد ما تحسها أنه قريبة من عندها أكيد. باعتبار يعني للأسف مرات أتناقش ويا أصدقاء أو زملاء وياي بالكلية من عمري يمكن زين. أكبر مني بكم سنة، لما تحكي لهم أوبرا يضحكون ويستهزئون مع أنهم ما يعرفون شنو الأوبرا أو الأغنية الكلاسيكية. مثل ما قلت لك قبل شوية إنه إحنا شباب ولازم نسمع كل أنواع الموسيقى، بس أكو نوعية اللي هي تحسها الأصل أو هي اللي تعطيك نقاء، هي اللي تريحك من كل شيء. ممكن أنت تفرح تسمع أغنية سريعة ترقص أو شيء، بس يعني كل شيء إلى وقته. إحنا اللي دارج عندنا هي سوري الأغنية الهابطة، حتى مو الأغنية السريعة اللي هي تكون بصورة حلوة مثل ما موجود بمصر أو بيروت أو الأغنية العالمية. يعني إحنا حتى هذا النوع من الأغاني ما موجود عندنا. سارة شنو علاقتك بالمايسترو كريم كنعان الوصفي؟ أول عمل اشتغلتيه بداياتك كانت 2003 في عمل مع 2013 مع كريم كنعان الوصفي. الآن أكو أعمال مستقبلية جديدة؟ صراحة المايسترو كريم الوصفي أوجه له تحية. يعني هو دائما يحاول يساعد الشباب، ومن يلقى أحد عنده موهبة غنائية أو يعزف على آلة معينة يعني يحب يساعده ويطلع وياه بأي مكان. هو يعني أنا بالبداية كان عنده سنتر خاص إنه بتعليم آلات الموسيقية وتعليم الغناء، فبالصدفة رحنا أنا وأصدقائي، دخلت المكان كان عندهم حفل افتتاح العراقية الوثائقية، فوياهم أنا بالبروفة واقفة على جهة. هم يعني المفروض إنه يقدمون القطعة موسيقيا بس، فسمع صوتي على الخفيف طلب مني أدخل بالبروفة. هيك بالصدفة يعني؟ بالصدفة. كنتي منتظرة هاي الصدفة؟ يمكن تمرنت أنا على القطعة أول مرة أسمعها، وحتى النسخة الأصلية ما كانت موجودة على اليوتيوب فتعبت. تمرنت عليها جنرال بروفا، صارت عندي مشكلة، فقال لي أوقفي على جهة خليني أكمل شغلي. بيوم الحفل
قبل ما يقدم القطعة بكم دقيقة قلت له اعطيني فرصة، أنا تمرنت عليها زين، قدمناه. هذا صار توفيق لك. طيب. اعمال مستقبليه اكو؟ ممكن يعني قبل فترة هو صار له برايفت كونسرت دعاني، واعتقد باكر همات المفروض اكون موجودة وياه بحفل بالزوراء، ما اعرف وين بالضبط بس ضروري هذا الصوت باكر نسمعه. يلا ان شاء الله. يلا إن طيب شاء الله. عندك مشروع خاص بيج غنائي؟ الصراحة هي الفكرة موجودة من زمان، بس لأنه إحنا يعني نفتقر شركات إنتاج أو شركات إنتاج معينة، لأن موجودة شركات الإنتاج بس تنتج لأغنية بصورة معينة، هي الأغنية الهابطة نقدر طيب. نقول. بعد ما تتخرجين شنو اللي شو راح تسوين؟ تفرغين للغناء بعد أو ما اتخرج هي هنا المشكله انا عندي انه انا عندي اكيد لازم اشتغل على نفسي واصدر شيء خاص فيا، بس اضافه يعني وقت ما دا يكفي انه نعم. اشتغل على نفسي وادرس، اضافه الى انه ماكو دعم او جهه ممكن تتبناني. فيعني شفت الحل بالاخير انه انا ممكن اكون موجوده باي مهرجان باي ايفنت عندي له واكمل دراستي. من اكمل دراستي ممكن يعني اروح اسافر شي دوله للاسف حتى اقدر ابدي مشواري صح، لانه هنا صعب. حاولت يعني لكن ما صعب. قررتي إن تبقين تكملين المشوار هنا؟ يعني اتمنى اذا اجتني فرصه اتمنى انه تكون بدايتي من بغداد. لا ان شاء الله بس تجيك صعب. فرصة تبقين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اقرب صوت إلك هو او هي؟ صراحه هوايه اصوات، من ضمنهم سيده ماجدة الرومي، سيده فيروز اكيد. صوتك قريب على ماجدة الرومي. اي يمكن سيده جوليا بطرس. يعني هوايه اسماء. طيب يعني صراحة صوتك شتتني لأن أصوات يمكن قلة، أصوات قلة يعني بهالجرأة وبهالصغر يعني. اكو مساحة صوتهم واضحة مساحة يعني صوت. مبين. زين حسن؟ يعني انا بصراحه اريد اعرف اكثر عن الاوبرا ومستقبليا او العمل المستقبلي لمثل هذا الفن في العراق، ما الذي يحتاج اليه؟ من وجهة نظر إنسان داخل في هذه المعادلة أساساً اللي هو حضرتك. يعني بالنسبة للعراق يعني الصراحة صعب هالسؤال، لأنه اللي يغني هذا اللون بالشرق الأوسط عامة يعني صعب إنه يوصل، صعب إنه ينجم وياخذ فرصته مثل أي مغني يغني لون ثاني. يعني مثلا حكينا قبل شوي عن هبة طوجي، هبة طوجي مغنية لبنانية وهي زوجة أسامة الرحماني اللي هو ابن الست فيروز. نعم. ما اخذت فرصتها مثل ما المفروض. يعني مغنيه مثل هبه طوجي المفروض تكسر الدنيا مثل ما نجوم موجودين بالوسط العربي زين. اللي هم بس شكل زين. او بدون مضمون سارة مكسرين الدنيا. يمكن ما بقى لنا وقت هواي، انا كنت اتمنى استثمر واسمع بعد بصراحه، بس ان شاء الله باكر راح اتابع ساره وين حتى اسمع وش راح تقدم باكر. أنا راح أتابع. باكر عليك انظار، خلي ببالك يعني أوكي. استعدي من اليوم. أوكي. ان شاء الله 2016 لك التوفيق يا ربي شكراً. بالهندسه وبالغناء. شكرا ايش تحتاج بعد ساره باختصار؟ شو يدور ببالك هسه؟ شنو اللي اجى ببالك تعطيني؟ ملحن يفهم شنو اريد. ما لقيت لحد الان؟ بالعراق لا. انا ليش؟ قبل جزتي ما 2014 تعاملتي؟ لا صراحه بحثت بس يعني ما لقيت. انا ثقافتك 2014 الموسيقيه بعيده شويه عن الملحنين العراقيين؟ يمكن يمكن. أنا طبقة صوتك؟ يمكن لانه اصلا ما كنت اسمع عراقي لحد قبل سنتين شكلك فرعوني. طيب. حد قايل لك؟ يعني. طيب شكرا لك سارة، طبعا انتهت هذه الفقرة. شكرا لك. شكراً لكم. بصراحة كنت روعة. شكرا لكم، سعيده انه موجوده وياكم. سارة شكرا لك، اتمنى لك الموفقية مرة ثانية. شكرا لكم. ابقوا ويانا، خلينا نشوف زميلنا مصطفى السعدي شو محضر لنا، من بعدها نعود.